الكل شاف خبر انتقال ليونيل ميسي الى نادي انتر ميامي الامريكي في اغلى صفقه في التاريخ كراتب، فلوس كتير، حصه في مبيعات ابل تي في وحصه في مبيعات اديداس امريكا، وعليهم احقيه شراء نادي في المستقبل. لكن في واحد بس سبقه للانجاز ده، هو ديفيد بيكهام، اول لاعب في التاريخ يعتبر شركه اعلانيه كامله متحركه على ارض الملعب، والاب الروحي لليونيل ميسي. تعالوا نعرف قصته ونعرف ان ميسي ما فكرش مرتين بعد عقد انتر ميامي على الرغم من رقم المليار يورو اللي قدمهم الهلال السعودي. وبالاثبات ازاي؟ في عام 2007 تفاجأ العالم كله ان ريال مدريد قرر عدم تجديد عقد ديفيد بيكهام، والناس اتفاجئت. ليه بيحصل كده؟ لثلاث اسباب ما لهمش رابع. اولا، بيكهام لعيب ما كانش كبير في السن، ده عنده 31 سنه بس. ثانيا، لانها ما كانتش صفقه عاديه لما جابوها، ده خطفوه من بق الاسد في 2003. وقتها بيكهام كان رايح برشلونه واتفق مع النادي خلاص، والتيشيرت بتاعه بقى موجود في الستور كمان، لكن تدخل بيريز وخطفه في اخر لحظه ويكمل بيه عقد الجلاكتيوس. وثالث سبب بقى انه واجهه اعلاميه خرافيه وبيدخل كم من الفلوس غير عاديه للنادي، ورحلات ريال مدريد الى اسيا تشهد. لكن الريال وقتها كان في مرحله احلال وتجديد، مشى فيجو، مشى زيدان، مشى بيكهام، ويحصلوا رونالدو كمان، وهكذا. وهنا لقيناه بيغادر لامريكا. ايه يا عم، ده انت لسه صغير، 31 سنه بس، ما تروح لاكبر فرقه في العالم، الكل بيتمناك. الا انه توجه لنادي جالاكسي الامريكي وقال انا عارف انا بعمل ايه. التقارير الاوليه قالت ان بيكهام كان بياخد راتب 20 مليون دولار في ريال مدريد في السنه، وده من الاعلى في العالم وقتها على فكره. ونفس التقارير دي قالت ان راتبه حاليا 6 مليون ونص في امريكا في السنه الواحده، يعني راتبه قل 70%. الله، ده جنون بقى، ملهاش حل. ايه اللي موديك هناك؟ ولا كره عدله ولا فلوس، وسايب ريال مدريد واوروبا يا بيكهام، وسايب برشلونه والهلال السعودي يا ميسي؟ نكمل. بيكهام كان عنده خطه تانية خالص وعمل شرطين للتاريخ. اولا، ان بيكهام له نسبه بيع في اي حاجه بيبيعها النادي، اي شيء، تذاكر، رعاه، اكل، شرب، تاجير محلات، اي حاجه. وتخيل نادي كامل ليك نسبه من الارباح فيه، وده مش اي نادي، ده نادي لوس انجلوس جالاكسي. فاصبح الراتب بتاعه نط من 6.5 مليون دولار الى 50 مليون دولار في السنه، يعني ضعف اعلى راتب في العالم وقتها راتب رونالدينيو، يعني مفيش مقارنه مع اي حد، وده اعلى راتب في التاريخ. وبدا يدخل في سكه رواتب الام بي اي زي ما صاحبنا ميسي كده بيعمل، وده بسم الله الرحمن الرحيم. تاني شرط بقى هو الجنون والعظمه كلها، انه حط شرط في عقده بسيط لكن مهم، انه لما يعتزل يقدر يشتري نادي ب 25 مليون دولار بس، والنادي ده له حق انه يشترك في الدوري الامريكي. وفي الاخر النادي ده مين؟ هو نادي انتر ميامي، النادي اللي اشترى ليونيل ميسي. القيمه التسويقيه للنادي ده في البورصه حاليا قبل اصلا ما يشتري ليونيل ميسي 585 مليون يورو. نادي قدر يشتري ميسي نفسه، اوروبا كلها ما قدرتش تشتريه، قدر يشتريه نادي بقاله على قيد الحياه 5 سنين فقط. تيجي نحسبها بيزنس، يعني اشترى نادي ب 25 مليون وتضاعف ثمنه خلال كام سنه 24 مره كاملين. ده مش بيزنس، ده جنون في الاقتصاد. وهنا بقى السؤال المهم، هو ليه اصلا الامريكان وافقوا على كل الشروط دي؟ دي تعجيزيه محدش اصلا يقبلها. هقول لك هم مش عبط وعارفين كل قرش بيدفع فين وبيترد لهم ازاي. الدوري الامريكي بعد قدوم بيكهام زاد معدل الحضور بنسبه 40%، يعني الملعب بقى بيتملى، يعني جمهور اكتر، يعني ناس عندها اهتمامات اكتر واكتر وتدفع فلوس اكتر وتشتري حاجات اكتر، يعني متابعه على مستوى البلد اكتر. فاصبح ان حاليا ابل تي في البرنامج الشهير زي نتفليكس وامازون كده اشترى حقوق البث بكام؟ ب 250 مليون دولار، رغم ان الامريكان كان بيبيعوا حقوق البث قبل قدوم بيكهام بكام؟ ب 8 مليون فقط. ده تأثير بيكهام، ده تفكير الاقتصاديين واصحاب البيزنس. فبيكهام كان عارف كده من الاول، فده بيسموها في البيزنس وين وين سيتويشن، يعني لما تدخل عمليه بين اتنين لازم الطرفين يطلعوا كسبانين، وفي الاخر طلعوا كسبانين فعلا. ديفيد كان عارف نفسه يا صديقي انه اول بني ادم في تاريخ اللعبه يكون موديل وفي نفس الوقت لاعب كره القدم، وفتح الطريق من بعده لبيبسي وعلاماتها التجاريه مع كل اللاعبين، رونالدو مع نايكي، ميسي مع اديداس، وهكذا. بيكهام عارف نفسه انه كرويا مش زي الظاهره وزيدان وريفالدو وغيرهم من ابناء جيله، لكن ثروته تفوقهم عشرات المرات، لدرجه انه لما راح قطر كان سفير ما حللش، ما اتكلمش، ما عملش، بالعكس انا رئيس نادي كبير وملياردير كروي. عاوزني اثبت لك؟ رونالدو الظاهره نفس جيل ديفيد بيكهام، مين اعلى راتب واعلى مكانه ايام ما كانوا بيلعبوا الاثنين؟ اكيد الظاهره، لاعب اسطوري عن بيكهام. دلوقتي بيكهام بيملك نادي بيشتري ليونيل ميسي، ورونالدو الظاهره رئيس نادي بلد الوليد ما يقدرش
يشتري لعيب درجه تانية حتى ب 10 مليون يورو، ما يملكش اصلا. هو اصلا اشترى النادي الاسباني ب 14 مليون يورو، وبيكهام اشترى نادي انتر ميامي ب 25 مليون يورو. شوف قيمه النادي الامريكي بكام دلوقتي، فوق ال 500 مليون دولار، وقيمه بلد الوليد ما اتحركتش من مكانها. شفت فرق الدماغ؟ وهنا نرجع لميسي وفكره العائله وبرشلونه والهلال. ميسي لعبها صح، انا كده كده هاخد فلوس كتيره يا في الهلال يا في انتر ميامي، وبرشلونه مش خيار اصلا، لان اصلا ما حصلش اي مفاوضات ولا رسميه ولا شفهيه بيني وبينهم، فهروح للي يدي اكتر ويكون مستقبله احسن. السعوديه فلوس كتير تكه واحده، وكمان سفير لكاس العالم القادم، وده اللي كان مخليه قريب جدا من الهلال واعلى من اي عقد قدمه انتر ميامي في الفتره اللي فاتت. ايوه انتر ميامي بيتفاوض مع ميسي بقاله 5 سنين، وهنا راح انتر ميامي ضايف بنود جديده الخاصه باديداس وابل تي في ونسبه من الارباح. وكده كده انا سفير السياحه في السعوديه، يعني عمري ما هخسرهم. انتوا نسيتوا؟ ميسي هو سفير السياحه في الدوله السعوديه، وابقى مسكت العصايه من النص واخدت خطى الاب الروحي ليا ديفيد بيكهام، اللي حاله دلوقتي احسن من حال كل لعيب يجيله. ليك انك تعرف عزيزي المستمع ان مفيش غير 3 بني ادمين بس لعبوا كره في التاريخ وعدت ثروتهم المليار يورو، هما ميسي ورونالدو باجتهادهم لمده 20 سنه، وديفيد بيكهام عشان راح امريكا. يبقى ميسي ما كانش غلطان، بيكهام لما مشى الناس اتريقت عليه، لكن طلع في الاخر هو اللي صح. ولو عاوزين رايي في عالم يغلب عليه الاقتصاد والاموال، ميسي صح وصح الصح كمان، وحسبها كويس، واتمنى بعد فتره يروح السعوديه كواجهه دعائيه ليهم. قولوا لي رايكم في انتقال ليونيل ميسي، لسه في حد معترض عليه بعد الكلام اللي في الفيديو ده، ولا اقتنعتوا خلاص انه اختار مظبوط؟ انا احمد معطي، سلام.